تعالى اقول لك كلمتين صغيرين. ازاي تعرف ان انت وصلت لبر الامان او وصلت للصحوة الروحية؟ عارف يعني ايه الصحوة الروحية؟ هقول لك انا حاجة بسيطة. عارف المشاكل والمتاعب والزحاليق اللي مريت بيها في حياتك، والناس اللي انت قابلتهم في حياتك الوحشين والنرجسيين والتوكسيك وكل الناس دي؟ عايزة اقولك كل ده دروس قوتك ووصلتك شخص تاني خالص، وغيرتك بالإيجاب مش بالسلب. بقيت تشوف الأمور بمنظور تاني، بقيت تشوفها بلعله خير، بقيت تشوفها يلا عادي مش مهم مش فارقة، يلا اللي بعده اقلب وشوف اللي بعده. بقيت تشوف الأمور باللي هو يعني هو جات عليك يا عم، ايه المشكلة يعني، كبر دماغك. دي يا جماعة اسمها الصحوة الروحية، ان انت روحك فائت وخلاص بقى اتعمل لها ريفرش واتعمل لها اعادة ضبط مصنع، ورجعت من جديد، بس من جديد على نضيف، على نضيف. كل الحاجات اللي انت مريت بيها في حياتك دي والتجارب اللي انت مريت بيها ما تزعلش عليها، صدقني انت كده ارتقيت، روحك ارتقت، بقت حاجة احسن، فكرك بقى اكبر، بقيت تعرف تميز بين الكويس وبين الوحش. لما تشوف حد شبه الحد اللي انت في صفاته اللي انت كنت مرتبط بيه، سواء صديق او حبيب او حتى حد من الاهل، موقف مشابه، بتقول لا اصبر بقى اصبر، ده انت عديت عليا قبل كده، اتكل على الله انت يا عم الحاج، انا مش هعطلك، مش عايزين وجع دماغ. فاللي هو انت بتاخد الامور كلها بصدر رحب، والدنيا هادية وبيس ومفيش اي مشكلة خالص، وكله بيعدي يا مان، عادي كله بيعدي وكله بيطلع في الهدوم. فهو ده يا جماعة، يعني لو انت وصلت للمرحلة دي، المرحلة الملكية، فأهلا بك في عالمنا الجديد. وحمد لله على السلامة يا جدع، حمد لله على السلامة، يعيشك بركة. صدقوني والله يا جماعة، انت كده وصلت لبر الأمان. خلاص بعد كده انت عديت الصعب قوي، عديت المراحل اللي فيها بكا وعياط وجع قلب وقلة نوم وسهر وتفكير. خلاص بقت الحاجات دي موجودة بس على خفيف، تعيط شوية وبعد كده ترجع تروح تفكر في اي حاجة، تروح تاكل وانت بتعيط مش عارفة ايه، تتفرج على التلفزيون، تبكي مثلا وبعد كده تقوم مشغل اغاني وتقعد ترقص عليها. خلاص بقيت مكبر الجمجمة، بتدي كل حاجة حقها، فاهم؟ يعني ما بتكتمش العياط، انا عايزه اعيط عيط، انا متضايق اتضايق، ما انت لازم تخرج الطاقه اللي جواك عشان خاطر ترتاح وتحس نفسك ان انت خلاص ريلاكس، مفيش اي مشاكل بعد كده. فلازم يا جماعه نضغط عشان نوصل يعني كده كده. ماشي يا جماعه، صباح الورد عليكم والله، صباح الصحوه الروحيه. كنتي فين من زمان يا شيخ، حرام عليكي.